أهلا بحضراتكم حلقة جديدة وتحيا مصر. الحقيقة دايما أي دولة في العالم بيكون ليها معادلة اسمها معادلة القوى الشاملة، والقوى الشاملة لأي دولة تتكون من 8 عناصر أو 8 قوى علشان تحقق القوى الشاملة رقم واحد، اللي هي المعادلة بتكون آخرها واحد صحيح. 3 من هذه القوى المكونة للقوى الشاملة بتكون قوى ملموسة، هي القوى الاقتصادية والقوى العسكرية والكتلة الحيوية اللي هي الأرض والسكان. وباقي القوى الثمانية الخمسة بتكون حاجات معنوية، الدبلوماسية والسياسية والمعنوية بالولاء والانتماء والتكنولوجيا والإعلام. خلينا في الملموس. الملموس هتتناول فيه النهاردة جزء واحد بس، وهي جزئية الكتلة الحيوية، الأرض والسكان. ولما بتكلم على الأرض والسكان بالنسبة لمصر هنا تحديدا، بتكلم على التوزيع الجغرافي، التوزيع العمراني للسكان. بيكونوا قاعدين فين ومقيمين فين، ايه المدن اللي هم مقيمين فيها، ايه اماكن التكدس او غير التكدس، ايه اماكن تواجدهم وتمركزهم، سواء كانت مدن جديدة او مدن قديمة. والدولة بتعمل ايه في ده؟ ايه السياسات المتخذة في هذا الشأن تحديدا نحو التطور العمراني وإعادة تسكين السكان مرة أخرى وتوزيعهم. احنا عارفين ان احنا كنا قاعدين على حوالي 6 أو 7%، هي حوالين حوض نهر النيل طول عمر المصريين كده. لكن دلوقتي الموضوع اختلف تماما، وبقينا بنشغل مساحات أكبر وأوسع في أرض مصرنا الحبيبة. اسمحوا لي النهاردة أن أنا أتناول هذا الموضوع من خلال منظومة التخطيط العمراني تحديدا مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ وليد الرمالي. أهلا بيك معنا يا فندم. أستاذ وليد، يمكن لما بتكلم عن التخطيط العمراني والامتداد العمراني، سواء كان المقصود أو الغير مقصود، سواء كان العشوائي أو المخطط ليه، عاوز أعرف تفاصيله. بس احنا عندنا مشكله كبيره موجوده في مصر، ان احنا بالفعل طول عمرنا عايشين على ما يعادل 3.5 4% من مساحه مصر. فانت بتتكلم في 35 40 الف كيلو، فيهم كل المدن بتاعتنا وفيهم الزراعه 6 مليون فدان، وفيهم كل المدن والحواضر الكبيره. اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا حصل تطور، يعني حصل تخطيط عمراني طبعا في الاول وخطه مستقبليه قدرنا ننفذ جزء كبير منها. لو جينا بس حتى من الشرق كده، من سينا، كان في عندك مشكله كبيره ان انت عندك قناة السويس بتقطع من سينا وبين وادي النيل، وكل اللي اتعمل نفق الشهيد احمد حمدي. طبعا كان عشان تمر حاجات سيارات لتعمير سينا والكلام ده كله بتحتاج للتفتيش، بتاخد وقت كبير جدا. انت دلوقتي عندك عدد كبير من الانفاق رايح جاي، شغال على طول فيها التفتيش اكس راي، فبالتالي بالاشعاع، فبالتالي ده بيسهل حركة العمران في سينا. كمان عندك اكتر من محطة تحلية مياه موجودة في كل انحاء سيناء على السواحل. عندك مصرف بحر البقر اللي معمول في وادي النيل، المية اللي خارجة منه اللي بيتم معالجتها بيتم الزراعة بيها في سيناء. فانت كده عملت تخطيط، فقدرت تزود عدد الاراضي الزراعية، قدرت تزود السكان اللي موجودين في سيناء، قدرت تعمل منشآت جديدة تطور المدن اللي موجودة. الموضوع اختلف جدا. سانت كاترين بعد ما كان 3000 كيلو 3000 نسمة عايشين فيها، العدد كبر. شرم الشيخ كان فيها شغل وفيها حركة، لا بقى عندك اكتر من مكان. شرم الشيخ بعد ما كانت مثلا مخصصه لسياحه الشواطئ بقى فيها سياحه مؤتمرات. كل ده حصل امتداد عمراني. تعال بقى على وادي النيل اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو 3.5 4%. انت لما المخطط اللي هو زياده الرقعه الزراعيه 1.5 مليون، ومخطط انها كمان السنه الجايه تبقى 2.5 مليون فدان. المدن الجديده عندك ما بتتكلمش على القاهره الجديده، بتتكلم على المنصوره الجديده، بتتكلم على بني سويف الجديده، بتتكلم على العلمين، بتتكلم على كل المدن الجديده اللي تم انشائها، اللي بيصل عددها تقريبا ل 20 مدينه جديده، وكلها بالمناسبه مدن ذكيه مخطط ليها بالطريقه دي. طيب لو اتكلمنا على الصعيد، يعني احنا في عندنا فعلا مشاكل قدرنا في السنين اللي فاتت نحل منها جزء كبير جدا. الصعيد بالفعل كان كم مهول. انا اتذكر ان احنا بس من 3 سنين فاتت قعدنا اسبوع انا وزملائي الصحفيين مع الرئيس، كان بيحصل افتتاحات في الصعيد لم تحدث في تاريخ مصر اصلا. انت بتتكلم على 100 سنه فاتت، بتتكلم على محاور. الناس اللي هي بتنتقد ساعات الطرق والكباري، بتتكلم على محاور طوليه وعرضيه موجوده على نهر النيل في الصعيد، قدرت تربط يعني تقدر بيها انك تعمل اي استثمار، تنقل اللي انت بتصنعه او تنقل اللي انت بتزرعه الى وادي النيل، او يعني الى شمال وادي النيل، او الى المواني عشان يتم تصديره للخارج. بتتكلم على شرق العوينات وعلى توشكا. توشكا دي كانت عباره عن
1000 فدان وناس قاعده جنب في مكان كده مكيف بالكامل ومفيش اي حاجه. شوف توشكا عدد الاراضي المستصلحه فيها، او شرق العوينات. احنا رحنا شرق العوينات بالطيران، دلوقتي في طريق، دلوقتي انت بتخطط حتى ان يبقى عندك طريق من الاسكندريه والقاهره لغايه كيب تاون في جنوب افريقيا. فتعالى بقى اتكلم على المدن الجديده اللي احنا بنتحدث عنها وعلى التطور اللي حصل في مجال العشوائيات. بس انت بتتحدث على ان العشوائيات اللي موجوده في مصر اغلبها موجود في القاهره، 50% تقريبا من القاهره هي عشوائيات. لكن هل ده اللي موجود دلوقتي؟ لا، انت عملت الاسمرات وعملت طبعا اتعملت حديقه الازهر قبل كده، وفي تلال الفسطاط، في منطقه عين الحياه اللي جنب بحيره عين السيره، في المتحف الجديد، في يعني في اهالينا. كل الحاجات دي شفناها وهي بيوضع حاجه للاساس ليها، وشفناها وهي بيتم افتتاحها. فالتطور اللي حصل في المجال العمراني وفي مجال الاسكان لم يحدث في السنوات السابقه اللي موجوده. حتى سياسه الاسكان اللي احنا هنتحدث عنها النهارده، سياسه الاسكان نفسها تغيرت من ان انت عايز تدي بس شقه لمحدود الدخل، انك انت بتدي محدود الدخل ومتوسط الدخل، وكمان انت لا تنسى الشرائح اللي هي ذوات الدخل العالي اللي هي تدي دخل زياده للبلد. كان في خبراء اقتصاديين بيتحدثوا قبل الثوره او في بدايه احداث الثوره، بيتحدثوا على ان ازاي تستفيد من مشاريع الاسكان، سواء انها تبقى محدود الدخل او انها كمان للاغنياء اللي موجودين خارج مصر بيعملوا في دول الخليج او في اوروبا او في الولايات المتحده، تعمل لهم مشاريع. يبقى انت قدرت توازن بين احتياجات كل يعني محدود الدخل ومتوسط الدخل والفئات عاليه الدخل. استاذ وليد، هل رأي معدلات الدخل بالنسبه للمواطنين سواء محدود الدخل او متوسط الدخل او غيره، يعني وضعت هذه المخططات من زمان قبل ارتفاع معدلات العمله الصعبه في سعرها وقبل التعويم وقبل غيره، وبالتالي اصبح الاسعار مختلفه تماما. يعني كان زمان الشقه بتتجاب ب 200 و300 الف ماكسيمم بتاعتها او 400 الف، دلوقتي وصلنا لمليون ومليون و2 مليون. صح؟ كلمني عن الفجوه دي او ما هو الاختلاف الفجوه اللي دي حصل حصلت بسبب ارتفاع الاسعار وسعر الدولار، لازم نعترف بكده. وحتى الفجوه دي في بدايتها لما كان مقاولين بيشتغلوا فيها اضيروا في الحكايه دي. لكن انت بتتكلم على شقه كانت ب 200 الف في وقت معين، طب دلوقتي الاسعار ارتفعت بقى ب 1.5 مليون و2 مليون ونص. هل ده لم يناسبه ارتفاع برضه في اسعار الدخل؟ يعني ما هو برضه المرتبات نفسها ارتفعت، الدخل نفسه ما بنتكلمش على مرتبات الموظف الحكومي حتى، انا بتكلم حتى على ان في شرايح في البلد دلوقتي بقت بتعمل في وظائف معينه، مثلا زي تطبيقات المحمول اللي هي للنقل الذكي، مش هنقول اسامي شركات. هذه التطبيقات دي انا مثلا كنت راكب مع سواق في واحد من التطبيقات دي، فقال لي انا والله خايف اقدم على شقه لانها بقت بتيجي بسرعه. احنا كنا زمان بنعاني، كان عندنا مشكله كبيره جدا انك انت بتيجي بسرعه. ما كانتش بتيجي، لا دلوقتي بقت بتيجي بسرعه. ما انا بقول لك يعني بقت بتيجي بسرعه. كانت في مشكله زمان انك انت بتقدم وحل لي. انا عايز اقول لك ان في اماكن في مصر كمان ما كانش ينفع تبني فيها، فبالتالي انت مثلا جوازه تتعطل عشان خاطر مستني تجي لك الشقه من الاسكان. دلوقتي الموضوع اختلف، الدخل اختلف، ال 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 كمان الاسعار العالميه اختلفت، كمان نظام التقسيط اختلف. ما عادش الموضوع انك بتقسط كام جنيه في الشهر، لا انت بتقسط كل 3 اشهر وفقا لشريحه معينه تتناسب مع دخلك. وفي نظام انك انت بتخش دخلك من محدود الدخل من 3000 ونص لغايه 12 او 15000، متوسط الدخل من 12 او 15 لغايه 25000. بالتالي بقى الفئات اللي هي مرتفعه الدخل، بقى عندك مشاريع الاسكان المرتفع، بقى حتى في كمان زي ما كان زمان في ابن بيتك، دلوقتي برضه في موضوع انك انت تاخد قطعه ارض وتحولها وتبنيها فيلا، ويعني كل ده ما كانش موجود الاول بالسهوله دي. نفس كمان الفتره الزمنيه اللي بين مشروع اسكان وبين مشروع تاني بقت سريعه. مش عايزين ننسى بقى في ظل الحكايه دي، احنا بنتكلم في النهايه على شرائح موجوده عندنا. يعني السياسه الاسكانيه محدود دخل، متوسط دخل، الدخل المرتفع، حلو جدا. لكن هل في دوله في العالم، انا سافرت كم دوله، ما شفتش دوله في العالم بتعمل شقه لمواطن جاي من العشوائيات فيها الثلاجه والغساله والبوتاجاز، وفيها ان هو يعمل حاجه فيهم بعد كده، ده موضوع خاص بيه. مفروشه بالكامل. مفروشه بالكامل. والرئيس انا فاكر كنا في زياره، والرئيس عمل مشكله ان لقى شقه ناقصه ثلاجه او غساله، ده مش موجود. ويعني لو حد مثلا بيهاجم سياسه الاسكان او بيهاجم سياسه الدوله في النقطه دي، ماشي، يقول لي مثلا على بديل موجود في اي مكان في العالم بيدي
مواطن شقه، محدش يحصل على شقه غير بصعوبه جدا. فانت زي ما بنتكلم على شرائح الدخل اللي ارتفعت، وبالتالي شرائح التقديم في الاسكان اختلفت سواء في المحدود او المتوسط. احنا بنتكلم في نفس الوقت عن الناس اللي راحت مثلا مشروع زي الاسمرات، الناس اللي راحت مشروع زي اهالينا، الناس اللي راحوا الروبيكي، كل المشاريع دي حضرناها واتفرجنا عليها وشفنا الاسكان فيها. المنصوره الجديده، بني سويف الجديده، غرب اللي هي موجوده، النصر اللي موجوده في غرب اسيوط، يعني كل الحاجات دي ما كانتش موجوده. اسوان الجديده، كل ده ما كانش موجود الاول وما كانش موجود. وانت كمان بتتحدث على ان احنا مثلا فتحنا في اكتر من مشروع، ورغم ان في ناس برضه هاجمت الحكايه دي كتير، الا ان على ارض الواقع انت بتتحدث على انك بتعمل حاجه للجيل اللي موجود، وفي اجيال جايه لن يتبقى لها من اي انجازات بتتعمل في البلد، ولن يتبقى لها حتى من اي صوره سلبيه بيحاول الناس يوصلوها. واحنا بنتكلم بصراحه في الحكايه دي، وحتى الرئيس في اكتر من لقاء اتكلم في الموضوع ده. مش هيتبقى ليهم غير المنجزات اللي موجوده دي. هو اللي على ارض الواقع الحاجات الملموسه الماديه مش المعنويه. الحاجات الماديه ان انت في عندك حاجات موجوده في الطرق والكباري اللي كانت موجوده، كان وصلت مصر في التصنيف العالمي انها الحركه مثلا في مدينه زي القاهره بقت حركه ميته، اللي هو ما بتتحركش اصلا، العربيه ما بتاخدش سرعه غير في وقت معين، عايز تتحرك بالعربيه تتحرك بيها والناس نايمه بالليل. انت بتتحدث عن بقى كميه الطرق والكباري اللي ملت اركان الجمهوريه كلها، دي ما حصلتش في يعني في اكتر من 50 سنه فاتت. احنا بنتحدث مثلا على كوبري اكتوبر المرحله الثانيه اتعمل في 17 او 18 سنه. طب انت بتتكلم على ان احنا كل فتره بنعلن عن مثلا كباري شرق القاهره مثلا كلها اللي هي مصر الجديده ومدينه نصر اتعملت في 3 اشهر. طب حجم الانجاز ده ايه نتيجته؟ نتيجته ان انت تقدر تتحدث مع مستثمرين، وبالتالي انت عدلت قانون الاستثمار عشان يسمح بالشركات، بعد ما كان الاول قانون الاستثمار يعني الشروط بتاعته صعبه جدا، انت سهلتها جدا بحيث ان اي حد عايز يجي يستثمر. وانت هدفك من ده كله جلب استثمارات من الخارج. انت بتعمل طرق وكباري، واحد عشان تسهل على المواطنين، اتنين عشان تجلب استثمارات. طب بتعمل سياسات الاسكان وبتعمل مشاريع الاسكان ومشاريع التنميه الريفيه، الهدف منها ايه؟ معيشه المواطن نفسه. لو اتكلمنا على النمو الحضري، فاحنا بنتكلم على المدن الجديده، بنتكلم على نقل العشوائيات الى اماكن افضل من الاول بكتير. احنا عندنا هنا مثلث ماسبيرو، حضرتك تتذكر كان عامل ازاي؟ طبعا كنا فين وبقينا فين. طيب يعني وتذكر الوضع دلوقتي ازاي. اسمح لي نطلع فاصل سريع ونرجع عشان عاوز اسالك سؤال تاني اهم في ان احنا نمنع حدوث العشوائيات مره اخرى. هل يمكن ان احنا نمنع طبعا ممكن. بعد الفاصل اخد الاجابه من سيادتك، اتفضلوا. اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده أقول في إيه؟ اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه. ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. الحقيقه كان قبل الفاصل مباشره سالت ضيفي الكريم عن هل يمكن ايقاف العشوائيات، هل ممكن ايقاف عدم حدوث عشوائيات مره اخرى او الحد منها. اتفضل حضرتك. يعني هقول لحضرتك العشوائيات سببها ايه. في علم الجغرافيا مصر مقسمه الى محافظات طارده للسكان ومحافظات جاذبه للسكان. القاهره هي اكبر محافظه جاذبه للسكان في عموم مصر كلها. طيب المحافظات الطارده للسكان خلينا نتكلم عليها. الصعيد، بعض مدن الدلتا، دي محافظات طارده للسكان. انت دلوقتي لما بتعمل مشاريع في الصعيد وتوفر لهم وظيفه عمل، بتستصلح اراضي في الصعيد وفي شرق العوينات وفي توشكا، فانت بتتكلم على الناس اللي موجودين في الجنوب اللي هم كانوا منسيين، حتى مش في مصر، منسيين في العالم كله. هذا الجنوب اللي كان كم مهمل اصبح فيه كم من مشروعات ومحتاج مشروعات اكتر بالطبع.
انت لو قدرنا نستمر فيما يحدث استصلاح اراضي زراعيه، الاهتمام بالقرى الموجوده والقرى الاكثر فقرا والنجوع والكفور، وانت قدرت توصل في مبادره حياه كريمه لهذه القرى اللي هو احنا بنتكلم على 4500 مش عارف وكام قريه، فيهم 1500 من القرى الاكثر فقرا، فالاولى بالرعايه. لما انت توصل لهذه القرى وتهتم بيها فانت هتوفر فرصه عمل، فرصه تعليم. بعد ما كان الطلبه بيطلعوا كلهم على القاهره والاسكندريه عشان يخشوا الجامعات، والقاهره وعين شمس وحلوان تحديدا كانت هي الجامعات الاكثر اهميه. انت عندك كم من الجامعات، وفي مخطط في الدوله انك توصل بعدد الجامعات لنسبه وتناسب ان كل مليون مواطن يبقى ليهم جامعه، سواء جامعه حكوميه او اهليه او الجامعات الحديثه التكنولوجيه. فانت لما توفر كل ده في المحافظات الطارده للسكان اللي هي ما عادتش طارده الحمد لله، الموضوع بيتقدم، فانت هتقلل الذهاب الى المحافظات الجاذبه زي القاهره. صحيح القاهره ما زالت هي المركزيه، لانك انت مثلا في دوله زي فرنسا، جورنال اللوموند اشهر الجرايد في فرنسا موجود في حته في فرنسا مثلا زي الوادي الجديد عندنا، يعني في غرب فرنسا تماما. طب انت عندك هنا مثلا، انت عندك جامعه في العلمين، وعندك يعني عندك جامعات في جنوب مصر، عندك جامعات بتغطي كل احتياجاتك. ما عادتش بس الموضوع مقتصر على الجامعات الحكوميه، لا، سمح بالجامعات الاهليه. وعشان بس نوصل للناس الفكره دي، حتى واحنا بتبنى الجامعات الاهليه كان ايه المخطط ليها؟ ان في الشباب المصري اللي هم قدرتهم الماديه مرتفعه شويه، اهاليهم بيسافروا الى اوروبا والى روسيا والى الولايات المتحده يستكملوا تعليمهم بمبالغ فلكيه. طب احنا هنقلل المبالغ دي وهنفتح لهم جامعات هنا، لكن مش مطلوب طبعا من الاسر محدوده الدخل انه يطلع يتعلم في هذه الجامعات. لا، انت المخطط اللي عندك زي ما انت بتشجع الناس على تنظيم الاسره، انك انت بتتعامل في امر واقع ان انت مثلا كمان 2050 تبقى انت مثلا حوالي 150 مليون نسمه او ممكن اكتر من كده. فانت بتحاول انك انت تجهز لهذه الفتره دي اللي هي السياسه، اللي هي انت بتحاول تقنع الناس وتوعيهم، لكن في نفس الوقت عارف ان في ناس مش هتقتنع وفي ناس العقليه. ده هتغير بايه؟ هتغير بزياده الوعي اللي كنا انا وحضرتك بنتكلم عنه قبل الحلقه. زياده الوعي هو اللي هيفرق معنا. فانت بدات تعمل ايه؟ بدات تعمل تطوير في محافظات الجنوب، بدات تعمل تطوير حتى في المحافظات البدويه اللي كان المحافظات الحدوديه. لا، ما عادش الموضوع زي الاول. معلش يا فندم انا اسف، بالنسبه لموضوع الوعي تحديدا، لما انا بتكلم عن مش لازم اكون ملم بالتحديات اللي بتواجهها الدوله، وافهم الدوله عامله مخطط شكله ايه لمواجهه هذه التحديات موضوع ومواجهتها، الاعلام صح كده؟ صح، مظبوط، صح. فانا لازم افهم الدوله بتعمل ايه عشان تواجه ايه، ده دور وانا الإعلام. دوري ايه. ده دور الاعلام فعلا. صح فندم؟ هو انا احييك على الكلام ده. الاعلام هو يعني هو رمانة الميزان في الحكايه دي، هو اللي لازم يوعي المواطن، لان انت لو انت ما وعيتوش هيستقي معلوماته من الاعلام المعادي لمصر. والاعلام المعادي لمصر للاسف متوفر جدا وتحت ستار او تحت وهم الحريه. يعني مثلا تخيل مش هنجيب اسامي دول، في اعلاميين مثلا وفي قنوات فتحت في دول، سواء يعني مش هنقول اساميهم، بس في هذه الدول بتهاجم مصر. طب الاعلاميين اللي بيهاجموا مصر، هل واحد فيهم يقدر يتكلم على اي حاجه بتحصل في الدوله اللي بيهاجم فيها مصر؟ ما يقدرش. يبقى دي مش حريه، ده هجوم على البلد. فانت لو ما وفرتش للمواطن هنا اعلام يوصل له المعلومه ويوصل له الحقيقه فعلا ويقدر يقرب منه، هيستقي معلوماته من الخارج. فده فعلا دي مهمه بيتم تطويرها. اعتقد ان حتى في افكار جديده بتنفذ حتى هنا في مسبيرو في مجال الاعلام وفي القنوات كلها، من اجل ان احنا نوصل للمواطن المعلومه السليمه عشان ما يستقيش بس معلوماته من جهات معاديه للبلد. هم دول اللي هم عاوزينه. احد اساليب الاستنفار او الاستفزاز او الاستثاره ان انا بقول كلام مبالغ فيه او غير حقيقي تجاه الدوله المصريه، فتقوم الدوله المصريه طالعه بالرد على الحقائق والاليات والمخططات. طبعا بنعاني كلنا في البلد وفي العالم كله، بس خلينا نتكلم على مصر من حرب الجيل الخامس او الطابور الخامس اللي هو حرب الاشاعات. ودي حاجه منظمه جدا بتتعمل بره عشان يعني تكره الناس في اي حاجه ايجابيه بتحصل، او على الاقل ما توصل لهمش اي حاجه ايجابيه، توريهم ان كل حاجه بتحصل حاجات سلبيه. طيب حروب الاشاعات دي مين اللي هيقدر يقف لها؟ في خطوات كويسه اتعملت. مركز معلومات مجلس الوزراء في جهه معينه بترد على كل الاشاعات. وبصراحه يعني لما تطلع اي اشاعه على اي حاجه، في برامج حتى كمان بدات كمان بيظهر في كل البرامج الاخباريه حتى توصل للناس والله في اشاعه بتقول كذا، لا الرد مجلس الوزراء بيرد عليها بيقول كذا. وحتى الرئيس حتى في لقاءاته بيتكلم مع الناس، بيتكلم بصراحه. انا اتذكر اكتر من مره ان هو كان يقول انا اكتر من جهه حذرتني ونصحتني ان انا ما اتكلمش، بس انا هتكلم برضه، بس انا هتكلم واقول فيقول للناس المعلومه. هو ده المطلوب. ايه اهم الشائعات اللي طالت
البنيه العمرانيه او التخطيط العمراني؟ اهم الشائعات من وجهه نظري لما اوصلوا للناس معلومه، والرئيس برضو اتكلم فيها، كنا تقريبا في بورسعيد. فاتكلم بصراحه، قال ان بيقولوا للناس ان الجيش هو اللي بيستفيد من كل المشاريع دي. طب الجيش عدده اساسا مش اللي بيشتغل في المشاريع في الوقت ده كان حوالي 5 مليون. حتى لو طلعت في هذا الوقت بقى قبل بس الازمات الماليه ما كنتش تلاقي عمال طرحين في الشوارع خالص، كان كله شغال في المشاريع. طب هل الجيش عدده 5 مليون؟ لا طبعا. يبقى اللي بيشتغل في المشاريع جايبين ناس مثلا من جنسيات خارجيه؟ لا، اللي بيشتغل فيها واللي بيستفيد منها هو المواطن المصري. فدي اهم الاشاعات. لكن تم التوضيح للناس ان الجيش دوره في المشاريع دي هو دور اشرافي، لان ضابط الجيش او عسكري الجيش بيبقى عنده قدره على الانجاز، فبيتابع المشروعات وبيقدر مثلا في عندك وقت معين تسلم فيه. زي ما قلت لحضرتك زمان مثلا كوبري اكتوبر قعد 18 سنه يتبني، لكن انت دلوقتي بتتكلم على كباري شرق القاهره قعدت 3 شهور. طب انت بتتكلم على نفق الشهيد احمد حمدي اتبنى في كام سنه؟ طب انت بتتكلم على 5 7 انفاق موجوده رايح جاي تحت القناه اتبنت في وقت قد ايه وكلها بتعمل. فانت بتتحدث على ان وجود القوات المسلحه، ووجود القوات المسلحه ايه؟ هم جهازين، جهاز الهيئه العامه للخدمات القوات المسلحه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. يعني جهاز الخدمات والهيئه الهندسيه، هذين الجهازين هم اللي بيشتغلوا بس في المشروعات، وباقي القوات المسلحه. يعني انت مثلا سمعت حد مثلا من القوات الجويه مثلا بيشتغل في مشروع ولا من القوات البحريه؟ لا طبعا. كل ده دي حاجه ودي حاجه. فبره بيحاول يموع الكلام، فيقول لك الجيش شغال في المشاريع. طب هو الجيش مثلا مش هتدرب القوات البحريه ولا المشاه ولا طبعا ده لا. اهم اشاعه تانية برضو حاولوا برضو يصدروا للناس افكار سلبيه. لما كان القوات المسلحه الدوله المصريه بتشتري للقوات المسلحه حاملات طائرات لاول مره في التاريخ، وبتطور وبتنوع مصادر التسليح، كان الاشاعات بتتكلم على الهجوم على البلد في كل ده. طب دلوقتي بدات الناس تقتنع ان هذه الاسلحه كان ليها هدف في وقت معين. لما كنا بنحمي حقول الغاز في البحر المتوسط كان ليها هدف ان احنا نحمي حدودنا ونحميها من اي محاولات الاعتداء. طب دلوقتي الناس اقتنعت باهميه السلاح ولا لا؟ في ظل الازمات اللي حصلت، مثلا ان مثلا دوله زي سوريا في اسرائيل بقى لها 50 سنه مش قادر عليها، مجرد سقوط النظام الرئيس بشار في الرئيس المخلوع في سوريا في 3 ايام بس من خلال طلعات جويه قدرت اسرائيل تدمر الجيش السوري 500 طياره، 2700 دبابه، والاسطول السوري كاملا. البنيه والمدن، احنا بنتكلم على التخطيط العمراني ونتكلم على التوسع العمراني ونتكلم على البناء العمراني. فلما تيجي دوله زي سوريا تم هدمها بشكل او باخر، تمام، واستهداف البنيه العمرانيه كمان فيها. ده انا عايز اقول لك بس مش هدم سوريا، اعاده بنائها سوريا مره ثانيه اصلا في تكلف فتره كام؟ الحرب الاهليه لم يكن فيها اي انشاءات. انا اتذكر يعني عامل سوري جه عندي البيت بيصلح التكييف، هو كان شاطر جدا ورخيص جدا، لازم نعترف بكده. ناس لطاف واحنا تعايشنا معاهم. لكن كان بيحكي لي بيقول لي انا ما عندناش في سوريا شوارع واسعه زي دي، ما فيش عندنا اي شارع تمشي فيه العربيه. انت وسيله النقل الرئيسيه العجله او الموتوسيكل، والموتوسيكل كمان مرفوض ومكروه جدا في سوريا في ظل الاحداث اللي كانت موجوده فيها. تمام. فتخيل انت هتوصل بعجله اسرع ولا بعربيه اسرع؟ انت محتاج طرق قد ايه عشان تعمل؟ طب ده حتى اللي احنا مش راضيين بيه ده او اللي هم مش راضيين بيه ده تم هدمه. اسرائيل قتلت العلماء في سوريا، هدمت في 3 4 ايام الجيش السوري اللي بقى لها 50 سنه مش قادره عليه. في ظل ان احنا كنا بنقعد نقول ان سوريا سوريا كان الاقليم الشمالي والجيش الاول، واحنا عندنا الجيش الثاني والثالث. فاحنا لازم نبقى واعيين جدا ان احنا ما نصدقش اي اشاعات، وما نصدقش حتى الكلام الشيك اللي هم بيقولوا لان وراه مشاكل كبيره جدا. الى اي مدى التخطيط العمراني والبنيه العمرانيه بتكون دلاله او دليل على تقدم دوله؟ هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. يعني احنا بحكم ان احنا بنتعامل مع ناس من جنسيات كتير او بنسافر لدول كتير، فبالتالي بتستقبل صحفيين سواء من دول اوروبيه او صحفيين العرب بشكل اكتر. فتلاقي الواحد منهم لما يجي وتوصف له المكان اللي انت فيه اللي هو المفروض ان هو عارفه او تقابله يقول لك ايه ده؟ انا شفت بلد تانية خالص، ده السنه اللي فاتت لما جيت ما كانش فيه ده. طب يجي السنه اللي بعدها فيشوف حجم انجاز سواء الانشاءات او بقول لحضرتك مسبيرو يعني كان في وقت معين ولغايه دلوقتي في صحفيين عرب بيحضروا في قنوات النيل الاخبار وبيحضروا في اذاعه صوت العرب، هم جايين بيشوفوا مثلث مسبيرو. طبعا انت عارف شكله كان عامل ازاي الاول، وشوفوا الوضع المختلف، وكمان في كل خطوه بتلاقي انجازات جديده. فانا بقول لك بس على حاجات بسيطه، ما بتكلمش على ان التخطيط العمراني ده حتى
حتى من الاقمار الصناعيه ومن وانت راكب في الطياره بتتفرج على البلد الشكليه، ما بتتكلمش على ان مدن كامله كانت تماما يعني ما فيش اي حركه للسيارات فيها، وكان فيها عشوائيات. ما بنتكلمش حتى على القاهره، بنتكلم على ان التطوير ده حصل في كل المحافظات. شوف التطوير ده، هقول لك بس على موقف بسيط. انا اتذكر وانا صغير، انا اصلا من مدينه الزقازيق، فقلت لوالدي الله يرحمه ان انا سمعت ان يعملوا نفق تحت محطه السكه الحديد، لان الزقازيق مقسومه نصين، السكه الحديد اسمها. فوالدي قال لي يا ابني انا بقالي 42 سنه في الزقازيق ما سمعت، بسمع الكلام ده وما تنفذش. طيب راحت الايام وجات لي ايام، فلقيت ابني بيقول لي يا بابا انا سمعت ان هم يعملوا نفق تحت السكه الحديد. فقلت له يا ابني انا دلوقتي عندي كام سنه وسمعت من ابويا وانا بنفسي وده ما حصلش. انا عايز اقول لحضرتك ان انا اخر زياره ليا للزقازيق لقيت النفق ده تم انجازه. نفق تحت محطه السكه الحديد اللي هي بتقسم البلد نصين حرفيا. انا بكلمك على مدينه كانت منسيه تماما، بقى فيها افكار. فالتخطيط العمراني لا مفيد جدا. حتى مش التخطيط العمراني كمان، احنا كمان التنميه الريفيه اللي حصلت، مبادره حياه كريمه واهتمامها بالريف المصري اللي ما كانش موجود. انا حضرت مبادره حياه كريمه منذ افتتاحها في استاد القاهره لغايه ما شفنا القرى وشفنا طلبات الشباب اللي موجودين في القرى. كنا بيروحوا للقرى فيجيبوا وفد من الشباب يسالوه انتوا ايه اللي انتوا محتاجينه في القريه. مش مجرد ان انت عامل مخطط شامل كده حط هنا كذا وكذا وكذا عشوائي وده مش محتاجاه الناس، لا انت بتوصل للشباب في القريه تقول لهم انتوا محتاجين، يقول لك احنا محتاجين في عندنا وحده صحيه محتاجين نخليها مستشفى موجود 24 ساعه. احنا محتاجين مكتب بريد موجود ومخصص لينا عشان نأدي فيه خدماتنا. احنا محتاجين الطريق اللي رابطنا بالمركز يتم ان هو رصفه ثم تشجيره واضاءته. يعني فانت بتروح لكل حد يقول لك انا محتاج ايه، مش مجرد ان انت تعمل من عندك. كمان مثلا تشوف حد يعني من ضمن الاسر، يعني تلاقي اسره مثلا بتبيع انابيب. طب هو الراجل اللي عنده شغله مش عايز يغير شغلانته، بس هو شغال على عربيه كارو، فمحتاج ان بيته يتسقف، ومحتاج ان انا بقول لك على مواقف شفتها بعناية، محتاج ان هو يبقى عنده حاجه زي التروسيكل كده يشيل عليه الانابيب. اذا انت بتوفر للناس دي احتياجاتها وبدون تكلفه. الاستاذ وليد الرمالي، انا بشكرك جدا على اشكرك جدا يا فندم. انا شرفتني ونورتني واستفدنا الحقيقه بالمعلومات الجميله اللي انت قلتها في مجال التخطيط العمراني ومستقبل العمران في مصر. الف شكر مره. شكرا يا فندم، الف شكر. مشاهدينا، كان قيمه جميله محترمه كانت معانا النهارده في تحيا مصر. الحقيقه ارجو ان احنا نكون استفدنا بالكلام الجميل وفهمنا هو قال ايه، وفهمنا التبعات اللي بتحصل ايه، واحنا ليه بيحصل علشان نوصل لايه. دي اهم حاجه. الموضوع مش كلام وموضوعات بنتكلم فيه وسط الاصول، ولا نقول للدوله بتعمل والدوله ما بتعملش. لا، احنا بنعمل ليه علشان في قصور ايه وفي تحدي ايه عندنا، بنتعامل معاه ازاي وبنقف قدامه ازاي. بشكركم على حسن المتابعة لتحيا مصر. أرجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم أحمد عبد العظيم.